اهلا بيكم، يلا نعمل مع بعض فتة العيد. معلش الفيديو نزل متأخر شوية. هنا بسلق اللحمة. اول حاجة بحط المية تغلي. وطبعا اول ما تغلي اضيف فيها اللحمة. وبحط لها بصلة وطماطمايه. وممكن تزودي ورق لورا وحبهان لو عاوزة، مش عاوزة استكفي بدول. وبحط معاها فلفل حصى. في حلة تانية بحط معلقة زيت وشوية سمنة. وبنزل فيهم بتوم مفروم. وبشوحه كده حاجة بسيطة لحد ما، يعني ايه، قبل ما يصفر، يعني يكون لونه أبيض كده. بنزل عليه بشوية خل. وبعد كده بنزل بالصلصة، ممكن تنزلي بصلصة فريش عادي. وبسيبهم يتسبكوا مع بعض. حلة بقى للرز طبعا. برضو معلقة سمنة وشوية زيت. وطبعا الرز مغسول. بشوحه بالشكل ده لحد ما السمنة تغلي في الرز كله. بضيف عليه شوربة لحد ما تغطيه. يعني ما تزوديش شوربة قوي. وأول ما تغلي توطي عليه النار. وطبعا بتضيفي الملح، يعني هنا هضيف الملح بعد الشوربة. وبدوقه لحد ما الاقي الحدق بتاعه كويس. خلاص كده ما بضيفش ملح تاني. وهنا كان الشوربة طبعا، لان الشوربة تكون مغلية وسخنة، هتلاقيها هنا غليت على طول. فاول ما تغلي وطي عليه خالص. وطبعا بتغطيه. وكل شوية تبص عليه وتضيفي له، لو لقيتيه لسه مستواش بتضيفي ايه، كبشة شوربة صغيرة كده. حاجة بسيطة بحاجة بسيطة لحد ما يستوي. طبعا هنا كنت بضيف على الصلصة بعد ما كانت اتسبكت، بضيف لها فلفل اسود وملح. وكزبرة ناشفة وكمون، حاجة بسيطة قوي. وطبعا بتقلبي كل ده مع بعضه. واول ما تلاقي السمنه او الزيت على الوش كده يبقى خلاص اتسبكت، تطفي عليها. الرز طبعا زي ما قلت لك بالتبعيل لحد ما تلاقي، ما تدوقي تلاقيه استوى. هنا عندي العيش، بقصه بالمقص بالشكل ده مربعات. وبضيف له شويه زيت وشويه سمنه برضو، حاجه بسيطه يعني. آم، زي ما انت شايفه. يا اما بقى تشوحيها على البوتاجاز زي ما انا عملت كده. بس تقليب مستمر عشان ما يتلسعش منك. لا اما تحطيه تحت الشواية، وبرضو كل شوية يعني ايه، تفتحي عليه وتقلبي. بس الاسهل زي ما انا عملته كده على البوتاجاز، هيطلع معاكي جميل جدا. هنا كانت اللحمة استوت والشوربة في منتهى الجمال. آم، وخلاص. اللحمة طبعا انت بتدوقيها وبتشوفي استوت ولا لا. واول ما تستوي تطفي عليها. وكل الحاجات دي بتدوقي الملح بتاعها قبل ما نعمل الفتة نفسها. الرز طبعا احنا كنا ملحناه. الصلصة، العيش، مش بتحط عليه ملح طبعا. الشوربة هي اللي هتضيفي لها ملح قبل ما تطفي عليها. بس كده عندك كل حاجة جاهزة. طبعا عندك اي سيرفيس او صينية، هتبدأي تحطي العيش الاول بالشكل ده. وتضيفي له بقى ايه، شوربة. ومعلقتين 3 صلصة كده. الصلصة هتخلي طعم العيش نفسه رهيب بصراحة، هتطلع معاك جميلة جدا. هنا اهو بضيف يعني الشوربة لحد ما الاقي، يعني ايه، العيش كده بدأ يطرى حاجة بسيطة. يعني ايه، انا بحب فيها الشوربة زيادة شوية في العيش. بس يعني ايه، ما تكتريش قوي، يعني بحيث ان العيش يعني يدوب منك. انت لا، انت اعمليه لحد ما تلاقيها ايه، طري حاجة بسيطة كده. وقلبيه كويس قوي. وبعد كده ضيفي طبعا الرز. وعلى الرز برضو هتضيفي شوية شوربة. يعني كبشة او 2 بالكتير، اعتقد كبشة كفاية. بعد كده بتغطي الرز كله بالصلصة اللي احنا عاملينها بالشكل ده. عندك طبعا اللحمة بتكون صفطيها كويس. في طاسة بقى بتحطي برضو، انا محمرها بصراحة في سمنة بس. حابة تعمليها في زيت براحتك. بس في السمنة هتخلي لونها جميل جدا. لو وصلت معايا لحد هنا، ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد.
يلا نكمل الوصفة. طبعا بحط اللحمة كلها، وبغطيها لحد ما تاخد وش، وبعد كده اقلبها على الوش التاني. هتطلع معاكي لونها ذهبي وجميلة جدا. بعد ما تتحمر بقى هتضيفها كلها على وش الفتة بالشكل ده. طبعا هتقدميها ومعاها الشوربة، وبألف هنا. جربيها وقولي ايه رأيك في التعليق.